السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب، وفي احسن حال وفي اروق بال. النهارده جايبه لكم كنز خطير. كنا نجهله وكنا ما نعرفش عنه حاجه ونرميه كده من غير ما نعرف الفوائد العظيمه والحاجات اللي بنرميها في الارض، وممكن نشتري بدالها باغلى الاثمان من الصيدليه، ونعمل وصفات وتركيبات ومن غير اي فايده، وما بتجيبش ربع فايده المكون ده اللي هو قشر البطيخ. قشر البطيخ زي كده ما بناكله بيبقى فيه الطبقه الحمراء اللي من فوق والطبقه الخضراء. احنا عايزين الطبقه البيضاء اللي في النص. هبدا اشيل الطبقه الحمراء واشيل الطبقه الخضراء واوريكم هنعمل بيه ايه. اهو كده قشرته يا حبايبي، وخدت منه الجزئيه البيضاء اللي انا محتاجاها. شلت الجزئيه الخضراء من تحت، وشلت الجزئيه الحمراء بتاعت البطيخ اللي من فوق، وخدتها بالشكل ده. وهو زي ما انتوا شفتوا يا دوبك شلت القشور وشلت اللب اللي هو احمر بالشكل ده. هاخدهم دلوقتي واحطهم في الكبه او في الخلاط، ايا كان انتي الحاجه اللي بتستخدميها، واحط فيها بقى قشور البطيخ بالشكل ده. وهضربها الاول في الكبه انعمها، انا خدت على قد استعمالي اهو بالشكل ده. هضربها في الكبه انعمها خالص واوريكم هنعمل بيها ايه. وهو انا يا حبايبي بشرتها بالشكل ده. عندي بقى مكون اساسي فيها اللي هو ميه الورد. انا جايبه هنا قد ربع كوبايه ميه ورد، هضيفها على البطيخ، قشر البطيخ او البطيخ اللب بتاع البطيخ الابيض عليه كده، وهضربها برضو كويس. وانتوا طبعا عارفين قد ايه فوائد ميه الورد للبشره وللجلد، مفيده جدا جدا، وغير ريحتها الحلوه كده الذكيه. هضربها كمان بميه الورد وهوريكم هنعمل بيها ايه. وهو يا حبايبي بعد ما ضربناه بميه الورد بقى بالشكل ده، هنجيب حته قطن او منديل او اي حاجه ونغمسها فيه وهو بالشكل ده، نخليها تتشرب كويس، ونمشي عليها على بشرتنا على ايدنا. بيمنع من حساسيه الجلد، وبيفتح البشره، وبيمنع حبوب البشره، وبيمنع البثور اللي بيطلع لنا في الحر. ممتاز جدا 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 لكل حاجه وكل مشاكل البشره. يا دوبك هتمرريها على الجلد وكده وتسيبيها ينشف شويه، وبعد كده تغسليها بميه فتره. جميل جدا جدا، جربوها وهتدعولي. احسن من الغسول اللي بنشتريه، واحسن من اي حاجه بنجيبها من بره مش عارفين هل هي هتنفع ولا لا، او الاثار الجانبيه دي حاجه طبيعيه وكنا بنرميها، وهي كنز يا جماعه، كنز كبير جدا. لو جربتوه بجد هتدعولي وهتشكروني على الحاجه دي. انا من اول ما شفتها وجربتها، ودي مش مجهود يعني مش حاجه هتكلفك لا مجهود ولا وقت ولا حاجه. هنعملها على الجلد ونسيبها تنشف في الهواء. اهو كده هناخدها على ايدنا، طبعا هي متشربه كويس، وهندهن بيها كويس طبعا، وهندهن بشرتنا بيها. طبعا دي الفتافيت دي من اثار البطيخ، من اللب بتاع البطيخ اهو. احنا مش هنصفيه، هنخليه بيها وندهن بشرتنا. بصوا مرطب، بيمنع الحبوب، بيمنع اثار الحساسيه على الجلد، بيمنع حب الشباب للبنات المراهقه، بيمنع الاحمرار من ضربات الشمس. جميل جدا جدا جدا، جربوها تدعولي. يا رب اكون قدرت افيدكم بالمكون البسيط ده وتستفادوا منه بدل ما ترموه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوناش بقى في الشير وشيروا الفيديو عشان الكل منه يستفاد ويترفع عندي على اليوتيوب. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.